يلعبونا العصر، يلعبونا المغرب، يلعبونا العشاء، يلعبونا الفجر، يلعبونا في اي موعد. جنوب افريقيا عايزاه والاتحاد الافريقي عايزه، مفيش اعذار للعيبه الاهلي، مفيش تهاون مع لعيبه الاهلي في جنوب افريقيا. يا جمهور الاهلي المحترم، مش عايزين اي حد بعد احترامي ليه عايز يطلع يتكلم يقول لك لعيبه الاهلي جنوب افريقيا سان داونز بيعاندهم وبيلعبوهم الساعه 3. مش عايزين اعذار، احنا مش عايزين الا رجوله في ارض الملعب في جنوب افريقيا. الفريق ده عامل لنا عقده، الفريق ده لعيبه الاهلي عامل لجمهورك عقده. كسبنا بدل المره مرتين خمسه، كسبنا بدل المره مرتين خمسه يا لعيبه الاهلي. مش هتحصل ان شاء الله تاني، وهكسبه في جنوب افريقيا عشان احنا عندنا احسن لعيبه في مصر. اقسم بالله عندنا احسن لعيبه في افريقيا. عشان كده مش عايز تهاون، مش عايز اي حد يطلع يتكلم يقول لك لا ده في عند من الاتحاد الافريقي. احنا عارفين اللي في عند ورزاله وكلاحه من الاتحاد الافريقي، كل الصفات الوحشه في الاتحاد الافريقي بيعاند كل الانديه، وبيعاند النادي الاهلي عشان ما ياخدش البطوله دي. صح ولا لا؟ بس احنا مش هنمشي معاهم، عشان لعبتنا لازم تاخد الماتش بجديه. بعد احترامي لاي حد هيلعب، اللي شايف نفسه مش قد اللي هو يبدا يقول لي المدرب مش هلعب كره. وهتكلم على امام عاشور وهتكلم على اللي انتوا عايزينه، بس انا بقول الكلمتين دولت لربنا عشان ان شاء الله بدون مقاطعه هو اللي يسمع صوتنا ويوصله، مش انتوا بقى. اصل انا كل مره اقول لكم بعد احترامي لكم من اخوكم ادوا اللايك عشان صوتنا يوصل. ما حدش عايز يدي اللايك، لكن اللي بيدي اللايك على دماغي واللي ما بيديش برضك على دماغي. بس انا نفسي صوتي يوصل، نفسي صوتي يوصل. عشان كده بوجه رساله للاعيبه الاهلي، لازم نكسب في جنوب افريقيا. وترد براحتك بقى على الاتحاد الافريقي، ترد على الاتحاد المصري، ترد على الاتحاد الدولي، ترد على اي حد، عشان جمهورك مش عشان حد تاني، عشان هيبه جمهورك وناديك وكبرياء ناديك. كبرياء ناديك في افريقيا كلها. رايح اكسب في جنوب افريقيا يا كرر. ركز بالله عليك في التشكيل، ركز في التشكيل عشان الماتش دوت مش مستحمل غلطه. الماتش مش مستحمل اي تهاون من اي لاعب ولا منك، عشان جمهور الاهلي مستني الماتش ده دلوقتي حالا قبل كمان شويه. احنا شفنا الاربع فرق الكبار ان شاء الله هم اللي صعدوا. الترجي كسب 3 والوداد كسبان هناك وهيكسب دلوقتي. يا جماعه بالله عليكم يا لعيبه الاهلي ما تشمتوش حد فينا من اول الموسم كده. بالله عليكم رجاء من اخوكم ابو يوسف الاهلاوي، ادوا اللايك وعلوا صوتنا. صوتنا مش هيوصل الا بربنا الاول وبيكم. هخش على امام عاشور. انا عايز اتكلم كلمتين للنادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب. نفسي اعرف ما الكابتن سيد عبد الحفيظ مشي ليه، والدكتور احمد ابو عبله مشي ليه. نفسي اعرف بس حد من النادي الاهلي محترم او حد من اللي بيتفرج عليا ده، لو واحد بس بيتفرج عليا يقول لي الاثنين دول مشوا ليه، وعلى الضروري يرد على موضوع احمد ابو عبله ده. دلوقتي عرفنا ان امام عاشور عنده رشح، عرفنا. امال دخلناه القايمه ليه؟ امال دخلناه القايمه ليه وقعدناه على الدكه الماتشين ليه؟ واللعيب سافر تنزانيا وعند سيمبا وراح جاي قاعد هنا على الدكه في استاد القاهره ليه بقى؟ ما كان قاعد وكمل علاجه. مش عيب لما واحد يعمل غلط ويصلحه. رجعوا احمد ابو عبله، دكتور محترم، اقسم بالله دكتور محترم. رجعوا احمد ابو عبله. لو شايفين الدكتور بعد احترامي ليه بتاع الفريق الاول ده مش قد المسؤوليه، مش عيب الا لما احنا نصلح الخطا، مش نسيبه لعيب يقع ورا لعيب، لعيب ورا لعيب يقع كده. لا يا جماعه. عشان كده واحد طالع دلوقتي عامل بونت عريض بيقول لك امام عاشور رجع الزمالك عشان ايه؟ استبعد من القايمه. شغل يا جماعه اقسم بالله مصاطب. شغل اللي بيحصل ده شغل مسطبه. امام عاشور لاعب في النادي الاهلي، امام عاشور ده لاعب محترم. امام عاشور اشترى النادي الاهلي واحنا اشتريناه. سيبك من اي واحد اونطاجي ده لا يضحك على جمهوره، اللي جمهوره مصمم هو عايز يضحك عليه. جمهوره عايز الوهم، يقول لك الحق امام عاشور راجع تاني الزمالك. هم ما عندهمش كلفه، هم عندهم والله بايعين دمهم. اقسم بالله ان الجمهور ده بايع دمه، عادي يمشي من عندهم، يرجع الصبح يرجع بالليل يجي تاني يوم، اي حاجه مش اشكال. اهم حاجه يرجع، اهم حاجه عندهم يرجع. ضحك على الدقون اقسم بالله. عشان كده بطالب لعيبه الاهلي كلها، اوعوا تشمتوا حد في جمهوركم، اوعوا تشمتوا حد في ماتش سان داونز ده، عشان ده هتبقى كسره لجمهورك في افريقيا وفي مصر كبيره قوي.
لو لا قدر الله حصل حاجه هتبقى كسره الجمهور الاهلي، اوعى. وانا واثق في ربنا وفي لعيبه الاهلي ديت بلا حدود، اقسم بالله. عشان كده بطمن جمهور النادي الاهلي، هنكسب في جنوب افريقيا والله العظيم. لو لعيبه الاهلي ديت رجاله وبامر الله هم رجاله هنكسب في جنوب افريقيا، ومش هنكسب واحد بس، بامر الله هيبقى اتنين بامر الله بدون مقاطعه. كهربا ورضا سليم هناك بامر الله، كهربا ورضا سليم هم اللي هيسجلوا، وهنا حلال في حلال بقى. هنا بقى بطالب الامن من ابو يوسف الاهلاوي اهو، وعايز صوتنا كلنا يوصل للامن المصري المحترم. مفيش حاجه اسمها 30,000، مفيش حاجه اسمها 30,000 في الاستاد. احنا شفنا الملاعب كلها مليانه، شفنا الملاعب كلها متقفله، يبقى احنا نقفل استاد القاهره. انا عايز 80,000 متفرج. هم هناك في جنوب افريقيا مش هيسيبوا خرم الا لما يحطوا فيه واحد، مش هيسيبوا كرسي لما يلزقوه، ده هيجيبوا ليله. في جنوب افريقيا هيعملوها لنا ليله، يبقى احنا في مصر نعملها لها بقى زفه. يبقى احنا في مصر بامر الله الاستاد كله يتملى، ونرخص التذكره. التذكره بدل 100 نخليها 50 في ماتش سان داونز ده يا جماعه. مش عيب، مش عيب. مش احنا ضحينا بالماتش عشان خاطر اخواتنا اللي في غزه، احنا بقى نضحي عشان خاطر ولادنا اللي في مصر اللي هو جمهور الاهلي. والله طالما احنا ومشكورا النادي الاهلي ضحى عشان خاطر جمهور غزه المحترم، الناس اللي بتموت جعانه وعطشانه دي على دماغنا، ربنا لا يقف جنبهم. انا قلت الكلمه دي، محدش هيقف جنبك يا غزه الا ربنا. يبقى عشان كده بطالب الكابتن محمود الخطيب، رخص تذكره جنوب افريقيا، رخص تذكره ماتش سان داونز. انا بتكلم يمين الله من قلبي، ولا بصم ولا محضر كلام ولا اي حاجه، اقسم باللي خلقني بقول اللي في قلبي عشان خاطر جمهور الاهلي. جمهور الاهلي اللي ورا النادي، محدش ورا النادي الاهلي الا جمهوره، اقسم بالله. الجمهور زي الورد، الشباب اللي يفرح. رخصوا تذكره عشان بدون مقاطعه الاستاد كله هيتملى، وهتبقى ليله، هيبقى رد اعتبار من هناك لهنا بامر الله بدون مقاطعه. واثق في لعيبه الاهلي قوي قوي فوق ما تتخيلوا، عشان لعيبه الاهلي ياما فرحتنا وياما وقفت معانا، عشان كده احنا واقفين معاها بكل ادب واحترام. عشان كده طلعت في الاول وقلت مش عايزين حد يقول للعيبه الاهلي اعذار، لا. اللي هيقول لك يا لعيبه الاهلي اعذار ولعبوك الساعه 3 عايزك تتغلب ويضحكوا على جمهورك، عايزك تتغلب ويشمتوا فيك. عشان كده لا، اللي بيحبك من قلبه هيقول لك ايه؟ مفيش اعذار، اعمل اللي عليك. وانا احس ان انت ميت في قلب الارض وغلب 10. والله اعمل اللي عليك، خلي الدنيا كلها تقول لك ده مفيش توفيق واتغلب واطلع مغلوب وانا اسقف لك كده. لكن تطلع مضيع لي 50 جون في ماتشين زي ماتشين سيمبا، لا. الفرصه بجون، يا تاو، شحات، رضا سليم، كهربا، قفشه، اي حد فيكم اديله الفرصه اللي هو يحطها جون يسمي ويحطها، وان شاء الله هتخش يسمي ويحطها. وبشكر كل واحد بيشوف ابو يوسف الاهلاوي على دماغي يمين الله، واتمنى من ربنا المزيد يا احسن ناس. السلام عليكم.